بينفذوا مشروع هيضرب اقتصاد قناة السويس، وترامب أمر بانطلاق المشروع واختار الجيش يتولى المهمة. أول ميناء منافس لقناة السويس هيأثر على الاقتصاد المصري والدول العربية، وكل همهم إزاي يحولوا الأنظار عن مصر. ومش بس ترامب اللي بيفكر في ده روسيا والصين دخلوا على الخط وهينوبهم من الحب جانب، وقناة السويس ومواني الخليج هي الهدف. وخلاص الجيش الأمريكي هينفذ المشروع، وترامب من زمان معروف إنه رجل اقتصاد من الطراز الأول، وبيفكر طول الوقت إزاي يستفيد من كل الدول اللي حواليه. ومش أول مرة يتكلم عن قناة السويس، لأن السنة اللي فاتت طلع بتصريحات أثارت غضب المصريين لما طلب إن السفن الأمريكية تعدي من قناة السويس مجانا، وبرر تصريحاته بأن الولايات المتحدة كان ليها دور استراتيجي في إنشاء القناة وتأمينها. وطبعا الكلام ده وقتها قلب الدنيا، والمصريين رفضوه تماما وأكدوا أن مصر ليها حق السيادة على أرضها، ومش من حق حد يتدخل في شؤونها الداخلية. ورجع ترامب تاني يثير جدل واسع بكلامه عن مشروع ميناء عالمي هينافس قناة السويس بقوة. المشروع بدأ بالفعل بتنفيذ الجيش الأمريكي، والميناء هيتعامل عند مضيق بيرنج، والمعدات شغالة على أدم وساق علشان ينجزوا المشروع في أقرب وقت. والمشروع ده مش مجرد حرب اقتصادية، لا، ده بقى ورقة سياسية مهمة، وتأثيرها على قناة السويس هيبقى موجع. والأكيد إنه هيأثر كمان على مواني الخليج اللي طول الفترة اللي فاتت معتمدين على قناة السويس، وده لأنها الممر التجاري الأهم في العالم. وللأسف بعد مسيرة أكتر من 150 سنة لقناة السويس، حاليا بتواجه ولأول مرة تهديد عالمي من أكتر من جهة. وعايزة أقول لك يا صديقي إنهم حاولوا كتير يضربوا قناة السويس، وكل دولة عظمى بتسعى إنه يبقى عندها ميناء عالمي تجاري ينافس القناة. يعني عندك الصين من سنين بتوسع تعاونها مع شركات أوروبية كتير علشان تعمل مواني تجذب لها استثمارات أكتر، لكن لحد الآن كل المشاريع اللي بتنفذها بتواجهها عقبات كتير، ومواني كتير بتنافس قناة السويس دلوقتي. عندك مثلا الجسر المعروف بالجسر الأوراسي اللي المفروض هيربط ما بين الصين وأوروبا، وهيعدي على روسيا وكازاخستان وألمانيا. ده كمان الصين بتحاول تعمل محور يربط بينها وبين روسيا، لكن المشروع بيواجه تحديات كتير بسبب التوترات الجيوسياسية. وفي كمان طريق بحر الشمال اللي هيربط الصين وأوروبا عبر روسيا، وهيمر عبر المحيط المتجمد الشمالي. والطريق ده هيختصر المسافة بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% مقارنة بقناة السويس، وهيقلل من التكاليف في الوقت والوقود. لكن في شوية مخاوف بيئية من الطريق ده، خاصة أن القطب الشمالي كله جليد، والطريق بيشتغل 3 شهور وبس في السنة بسبب صعوبة المناخ. لكن حاليا بيفكروا في بناء كساحات جليد لذوبان الجليد وتحسين البنية التحتية على طول الطريق علشان الطريق يشتغل طول السنة. والحقيقة والحمد لله إن مصر شغالة دايما طول السنة على تطوير القناة علشان تجذب استثمارات أكتر وتفضل أهم الممرات المائية في العالم، خاصة إنها بتربط ما بين ميناء بورسعيد في البحر المتوسط وميناء السويس في البحر الأحمر. وقدرت مصر تستقطب استثمارات جديدة بقيمة 10 مليار دولار من خلال أكتر من 300 مشروع في 38 شهر بس، ولسه مكملين. والدولة المصرية مستمرة في تحسين البنية التحتية لمواني قناة السويس، وبتقدم تسهيلات للمستثمرين علشان تجذب أكبر عدد منهم. والسؤال هنا اللي دايما بندور عليه هو إزاي نقدر نحافظ على مكانة قناة السويس وسط كل الحروب دي؟ وهل عندنا حلول في حال لو تم تشغيل الممر اللي أمر بتنفيذه ترامب، ولا إيه الموضوع؟ قناة السويس لأكتر من 150 سنة وهي أهم ممر مائي تجاري على مستوى العالم، وإن شاء الله هتفضل الأهم في العالم، وربنا يبعد عننا شرور الحاقدين. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.